يلا نعمل غريبة العيد السهل الممتنع اللي ناس كتير جدا ما بتقدرش تعملها وبتشتكي ان هي بتفشل منها، بتشقق منها وبتنشف وما بتطلعش مظبوطة خالص ولا دايبة دوب. تعالي بقى اقولك على كل الاسرار وايه الحاجات اللي بتقعي فيها، كل المشاكل وازاي تعالجيها. بس ما تنسيش تصلي على الرسول وتحط لايك وكومنت كده حلو منك للتشجيع، وما تنسيش تقوليلي بتتابعيني من اي دولة وتفرجيلي على الغريبة بقى اللي شكلها يخطف كده القلب. بجد تحفة جدًا، شايفين يا بنات دايبة داب دوب إزاي ومش واخدة لون من تحت ولا أي حاجة، هي دي الغريبة المضبوطة. يالّا حطّي لايك وسمّي الله وتعالي بقى شوفي مقاديرنا. أول حاجة أنا هنا معايا كوبايتين من المَج بتاع الشاي السمنة، والسمنة لازم تكون سمنة ساقعة، يعني ما ينفعش سمنة بدرجة حرارة المطبخ، وكمان 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات، وكوبايتين من السكر، يعني إحنا بنشتغل بخطة 4، 2، 1. خدوا بالكم من المقادير والخطوات دي بتفرق كتير. طب لو أنا هاشتغل بالجرامات هاقول لِك حطّي كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، عليهم 600 جرام من السمنة الساقعة، وعليهم 300 جرام من السكر. الحكاية كلّها أول عن آخر سمنة ودقيق وسكر. وخدي بالِك السكر لازم يكون مطحون كويس جدًا ومنخول كويس أوي لو هتعمليه في البيت، لو هتستخدميه من برّه هيكون أفضل كتير ليكِ. نواعم العيد بتختلف عن أي حلويات أنتِ ممكن تعمليها، فخدي بالِك لإن النواعم دي بتبقى حساسة أوي. فيالّا هنضرب بقى كل الكلام دوّة، السكر مع السمنة هاضربهم في العجان، لو ما عنديش العجان المضرب الكهربي. طب لو ما عندكيش هتعملي زي ما أنا هاكمّل كده بالضبط، هاشتغل بإيديّا. وكل الناس بتوع زمان أمهاتنا كلّهم كانوا بيشتغلوا بإيديهم، وما فيش أحلى من إنِّك تبِسّي العجين ما بين إيديكِ كده وتحسّي بملمس العجين عشان تقدري تميّزي العجينة بتاعتِك محتاجة إيه بالضبط. أنا هاضيف بقى الدقيق وهابتدي كده أبِث العجينة ما بين إيديّا الاتنين كويس جدًا، جدًا، جدًا. وكل ما تخدمي العجينة كل ما العجينة بتاعتِك هتبقى مضبوطة. هنختبرها بقى، ناخد حتّة ونكوّرها. شايفين يا بنات ما شقّقتش ولا عملت أي حاجة، شايفين شكلها؟ والعجينة معايا عاملة زي الملبن، بتلزّق في الإيد اللي أنا كنت باعجن بيها، لكن الإيد النضيفة مش هتلزّق فيها خالص. ودي كده العجينة بتاعتنا تبقى مضبوطة والمقادير بتاعتها مضبوطة واتخدمت كويس جدًا. وخدي بالِك الخطوات دي بتفرق أوي، أوي في نواعم العيد. هاغطّيها بقى دلوقتي بالكيس كده بلاستيك وهنحطها في التلاجة 10 دقايق، وممكن كمان تحطيها على الرخامة كده على جنب، الجو ساقعة فهتمسك نفسها. أهم حاجة إن هي العجينة بتاعتنا ترتاح، وكمان لمّا نيجي نستخدمها أو نشتغل بقى فيها ما تلزقش بإيدينا. بالنسبة بقى للتزيين زيّني بقى بالمكسرات اللي أنتِ تحبيها والمتاح والمتوفر عندِك. ولو مش حابة تزينيها لإن في ناس كتير برضه ما بتحبش عليها مكسرات، بتحبها كده سادة، فزينيها أو قطّعيها كده سادة، اللي أنتِ يناسبِك واللي تحبيه اعمليه. بالنسبة بقى لحجم العجينة، حجم العجينة عندي 15 جرام، ده الحجم المضبوط جدًا والحلو، يعني الواحدية كده تبقى يا دوبك على قطمة البُق. لو أنتِ حابة تكون أصغر من كده فتكون 12، 13 جرام، لا تزوّدي ولا تقلّلي عن كده، يعني ما تحاوليش تقلّلي عن ال15 أو 13 جرام علشان خاطر ما تبُص منِّك في الفرن أو تتحرق منِّك في الفرن، فده الحجم المضبوط والمتوسط. لو أنتِ حابة تكبّري عن كده براحتك، لو أنتِ من الناس اللي بيحبوا حجمها كبير، بس ده زي ما قُلت لِك الحجم المعقول جدًا الحلو. فهناخد كده القطعة ندوّرها ونحنها كده حوالين إيدينا وعلى طول نحطها في الصاج، والصاجات عندي ما بندهنهاش أي مواد دهنية. بُصّوا يا جماعة خلّيها قاعدة عندكم، نواعم العيد سواء كحك، سواء بسكوت، سواء غريبة، سواء بيتي فور، ما بندهنش مادة دهنية خالص في قلب الصاجات أو الصواني بتاعتنا، لإن العجينة ذات نفسها بيبقى فيها كمية محترمة من السمنة أو الزبدة، فما تدهنيش أي حاجة خالص. إحنا هنا هنقطّع العجينة بتاعتنا بالحجم اللي قُلت لكم عليه، وهاغمسها كده في الفستق المجروش، وهاحطها على الصينية، وهاخد بس مسافات بسيطة جدًا ما بين الواحدة والتانية بالشكل اللي أنتم شايفينه دوّة.
طبعا هخلص كل الكمية وهندخلها الفرن على الرف الوسطاني على اهدى درجة حرارة، يعني الدرجة 150 160 بالكتير، ما تكتريش، الدرجة اللي اقل من المتوسطة. الغريبة بتدخل على درجة حرارة هادية، ما ينفعش تدخل على درجة حرارة عالية او متوسطة علشان خاطر ما تتحرقش منك. طب تعالي اقولك بقى، لو دخلتيها الفرن ولقيتيها معاكي شققت، يعني اختبرتي كده واحدتين ولقيتيها معاكي شققت، حاجة من الاتنين، يا تعجنيها كويس تكون عايزة تتخدم كويس زي ما قلتلكوا، يا إما لو لقيتيها برضو بتشقق تكون عايزة سمنة تاني، يعني تكون محتاجة سمنة تاني. ولو دخلتيها الفرن ولقيتيها ساحت منك يبقى كده السمنة معايا كتير. فخدي بالك من الحاجات دي. الغريبة من الحاجات اللي بتدخل الفرن بتنفش حاجة بسيطة جدا زي ما انتم شايفين كده، لو ساحت منك يبقى السمنة زيادة، ولو شققت يبقى السمنة قليلة أو محتاجة تتخدم كويس. ودي حاجات مهمة جدا، ودي أسباب فشل الغريبة. لو خدتي بالك من الخطوات دي هتطلع معاكي غريبة ناجحة جدا جدا. أتمنى تكوني استفدتي من الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد وأقولك مع ألف سلامة.